بيت الحياة. في دفقات عنيفة يهرولون، يتدافعون، يزحفون في غلظة، في غلظة. كلهم يتعالون، على أنفسهم ينادون بجفاء: من أنتم؟ من أنتم؟ نحن مثلكم نبغي الحياة. تعلو الهمهمات: ما هذا الظلام؟ أم غشاوة ضباب؟ هذا الكهف طريقه سرداب. تتعالى الأصوات المختلطة: هذا مؤيد وهذا مستنكر. الكل يرنو، الكل يرنو الدخول من الباب، باب بيت الحياة. ملايين الملايين، كأنه يوم الحشر. ما هذا الضيق؟ التفت أحدهم: من أنت؟ أنا المسكين. وأنت من؟ أنا سفير، وتوأمي وزير. يسود الكهف المظلم صمت القبور، وفجأة ترتج جدرانه. وقع عملاق ضخم يلقي بدفقة جديدة من الملايين. ينسحب، وترتعش الجدران، ويتخلى عن القادمين، ويبدأ بالإعلان: هذا شيخ إمام، وتلك عاهرة، وذلك مهندس، وتلك مدرسة، وذاك باحث في الحقيقة. الأبيض والأسمر والأصفر، كل صنوف البشر. وترتفع الحرارة، ويزيد الزحام. إلى أين؟ إلى أين سنذهب جميعا؟ إلى بيت الحياة. يرتفع صوت هدير كأنه الطوفان، تختلط الأصوات، يتقاتلون ويقتلون، وفي عرقهم اللزج يسبحون. ساد الجنون، فالكل يبغي الحياة، ويتشبثون في جدار الكهف. كل يريد أن ينجو من الطوفان. ترتفع موجة مادية، يعلوها أحدهم لعله يصل، وليكن ما يكون. يتلوى كالثعبان، ينادي في الحشد: أنا المنتظر، فلا تتقدمون. ينادى من قبلهم: ومن تكون؟ وقبل أن يجيب، وقبل أن يجيب، ترتفع الموجة المادية للجهة العكسية، لخارج الكهف، والكل يطردون. يغسل الماء النقي السرداب، ويخرج من الكهف تلك الأشياء البشرية اللزجة. الكل مات، والمنتظر المتكبر الجبار أنهى للتو الاحتضار. لفظ أنفاسه الأخيرة، سقطت جيفته في بركة مياه محفورة تحت الكهف. كلهم موتى،
كلهم موتى، كلهم موتى، وسيأتي غيرهم يطمعون في بيت الحياة، وسيطردون بمياه الموجة المادية بطريقة غجرية. كم هي ضعيفة، كم هي غبية تلك الحيوانات المنوية. قصيدة بيت الحياة، قصيدة نثرية على لسان شخصية سلامة في مسرحية عندما يتكلم الأفنديات للشاعر مختار فودة.